غضبة ملكية كبيرة جدا على الكازويين هذا اليوم. لن تصدقوا ما وقع بمدينة الدار البيضاء. وردنا قبل قليل خبر مفاجئ وعاجل عن الملك محمد السادس، لكن قبل لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصلوا بكل جديد أخبار المغرب إن شاء الله، وشكرا جزيلا لكم. تعرف مدينة الدار البيضاء منذ أيام حركة غير عادية بمختلف الشوارع والمقاطعات، وذلك لهذا السبب، حيث تشهد الشوارع الكبرى بمدينة الدار البيضاء تحركا واسعا وعمليات تهيئة وتسريع للأشغال، مخافة غضبة ملكية على المسؤولين خلال الزيارة التي يرتقب أن يقوم بها الملك محمد السادس إلى المدينة. وبدأت عدد من المقاطعات عملية صباغة الأرصفة واستكمال الأشغال الجارية بها، حيث لوحظ انتشار العمال الموسمين للقيام بهذه المهمة. كما باتت مجموعة من المشاريع المتعطرة والتي لم ترى النور بعد رغم إطلاقها منذ سنة 2014، وعلى رأسها مشروع المسرح الكبير تعرف حركية. ويتخوف مسؤولين بالعاصمة الاقتصادية من تدمر ملكي على سير الأشغال بالمدينة، ما قد يتسبب في عزل بعضهم بسبب سوء تدبيرهم للقطاعات التي يشرفون عليها. وتعرف المشاريع الملكية التي تم إطلاقها سنة 2014 تعثرا كبيرا جدا، حيث عجز المجلس الجماعي السابق ومعه الحالي عن إخراجها إلى حيز الوجود. وتعد الفوضى والازدحام الناجمين عن أشغال الترامواي في كل الشوارع الكبرى على غرار شارع محمد السادس، شارع أولاد زيان القدس والتشارك وطريق الرحمة، امتحانا عسيرا للسلطات خلال الزيارة الملكية، خاصة وأن المرور منها يستغرق وقتا طويلا. ويأمل البيضاويين أن تشكل الزيارة الملكية فرصة لتسريع الأشغال بمختلف الشوارع وإنهاء المحنة التي يعيشونها منذ سنة